في حي شعبي مزدحم، كان أدهم شاب عنده 23 سنة، خلص دراسته ومش لاقي شغل. كل يوم بيصحى وبيفتح الموبايل، يتنقل من فيسبوك لإنستغرام لتيك توك، يشوف ناس في سنه عندهم عربيات، بيسافروا، عايشين رفاهية جواه. سؤال بيحرقه: هم إزاي وصلوا لكده وأنا لسه واقف مكاني؟ أدهم حاول يشتغل شغلانات كتير، بس المرتب قليل والضغط أكبر من طاقته صاحبه. مروان كان بيقول: يا عم سيبك من التعب، في حاجات أسرع تجيب فلوس. الكلمة دي فتحت باب غريب في دماغي. بدأ يسمع عن شباب بيكسبوا من طرق سهلة: بيع بيانات، شغل على النت مش مفهوم، توصيل حاجات مش عارف إيه هي. وفي نفس الوقت عنده صاحبة اسمها نور، بنت من نفس المنطقة، شاطرة في دراستها بس برضه مضغوطة. كانت تشتغل عشان تصرف على نفسها وعلى أهلها، ومع كل الضغوط فضلت متمسكة إنها تكمل طريقها بالحلال مهما كان صعب. أدهم لقى نفسه واقف بين طريقين: طريق سريع فيه فلوس ومخاطر، طريق طويل فيه كرامة وتعب. اللي بيحصل حوالينا دلوقتي إن شباب كتير زي أدهم عايشين في المقارنة المستمرة، شايفين صورة مصطنعة على السوشيال ميديا وبيفكروا: ليه لأ؟ أجرب أسرع طريق حتى لو خطر.